اذا كما كتشوفوا انا ساليت، خزنت الحمص ديالي، خزنت العدس ديالي، استعملت الاعشاب كما كتشوفوا، وكنكونوا بحال هكا حصلنا على نتيجه رائعه. هاد العدس وهاد الحمص يطول معنا الوقت اللي حنا خدامين به، ما يفسد ما والو، ولكن كنوصيكم انكم تجيبوا السودانيه اللي تكون ملبسه وتعملوها فيه. فان شاء الله هذه هي الطريقه. اولا طريقه تخزين صحيه، طريقه تخزين اللي كانوا جدودنا كانوا كيعملوها. حتى لا كان عندك البصل المجفف حتى هو كنخدموا به، البصله الحمراء حتى هي كنخدموا بها. الا كان عندك حبات ديال البزار هكاك صاينين، كنقول لكم الاشياء اللي عن علم، ماشي اشياء غير خزعبلات. اللي عندها البزار هكاك حبوب، دير البزار حبوب. انا هاد المعلومات عندي دقيقه، وعندي يعني اشياء اللي هي مضبوطه، ماشي شي حاجه اللي هكا ولا هكا. فاللي ما لقاتش السودانيه ممكن تجيب البزار. انا شخصيا دابا غادي نجيب البزار ان شاء الله، تفكرت دابا غنجيب البزار حبوب وغادي نديرو في الحمص وفي العدس ديالي. وهذه هي الطريقه الصحيه. اولا باش نخزنوا المواد ديالنا، لان احنا التخزين دابا ولا مفروض علينا شي حاجه اللي هي ضروره قصوى باش نبداو نخزنوا في الاطعمه ديالنا. يعني 6 شهور 7 شهور 8 شهور ماشي عيب، ماشي كنخزنوا الطون ولا كنخزنوا داكشي خلام ولا بالاطوان. هذيك 3 كيلو 3 كيلو 4 كيلو 4 كيلو 5 كيلو، هذا الشيء ضروري خصو يكون عندنا في العوله ديالنا او في البيوت ديالنا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو يعجبكم وينال رضا ديالكم. الى عجبكم ما تنسونيش من اللايكات، الله يجازيكم بالخير، وبارطاجيو هذا الفيديو ودوبلوا لي التعليق. ونهايه الفيديو والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. عدنا لكم من جديد، فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا مع بعضياتنا كيفاش غادي نخزنوا القطاني بطريقه صحيه كما غتشوفوا هانتوما. يلا جبت هاد التقديه هذه من هاد العطار هنا، تبارك الله ما شاء الله 3 كيلو ديال الحمص كما كتشوفوا. فغادي نحاول ما امكن ان نوريكم طريقه صحيه باش ما يديرش لينا هاد الحمص دوك الدويدات، وباش ما يديرش لينا داك البخوش، وباش ما يخسرش لينا. فالظروف بطبيعه الحال كتحتم علينا على اننا ناخذوا هاد القطاني، لان من بعد الله اعلم ما عرفناش يقدر يزادوا في الثمن، يقدروا يوليو بواحد الثمن. المهم انا خديت 3 كيلو لانها ضروريه بالنسبه للحريره والحمص والعدس، من بين القطاني المهمه للعائله ديالي. اذا كما كتشوفوا هنا 3 كيلو. اول حاجه غادي نقيه من الحجر، هانتوما كما كتشوفوا غادي نشوف واش فيه شي حجر. هانتوما كما كتشوفوا كنقيو الحمص وغادي نبداو كيفاش غادي نخزنوا. الفكره اللي جاتني انا بطبيعه الحال هو انني غادي ناخذ واحد كما كنقولوا لهم حنا غشيان ديال الخدادي، يكونوا ما بقيتوش كتستعملوهم ديال القطن، ضروري يكونوا ديال القطن. المهم انا هادو ما بقيتش كنستعملهم كما كتشوفوا. انا غنوريكم الطريقه. هانتوما ها الخديه، هانتوما غادي نبدا على بركه الله. غادي نبدا ندير الحمص ديالي احسن من اننا غادي نديرو في هاد الحماص والعدس بحال الزرع. كيدير الباكوس كيدير البخوش، يقدر ياكل لنا من الداخل. اذا درت انا الحمص هنا، انا عندي ملح الهيمالايا، نتوما استعملوا الملح الحيه كما كتشوفوا. انا متوفر ليا ملح الهيمالايا غادي نديرها. اذا كنديروا الحمص، كنديروا الملحه. غادي نحاول باش نشوفوا كل شيء. بطبيعه الحال غادي نستعمل ورقه سيدنا موسى. اوراق الرند ضروريين في الاحتفاظ بهذا القطاني. ميطون خايف فوت رمضان يبقى عندي انا المخزون ديالي فوق. ما بغيت ندير شي حاجه بظهري كنلقى، وغادي نبقاو مستمرين بحال هكا. كنقي في الحمص وكندير طبقات ديال الملحه. انا غندير حتى اليازير. هانتوما عندي اليازير
كارم هذا مجفف حتى هو غادي نديرو. وواحد الحاجه مهمه صراحه دابا انا ما توفرتش ليا، ولكن غادي نجيبها الفلفله الحاره. المهم دابا انا ما شاريش الفلفله الحاره، غنشري الفلفله الحاره، وحبذا لو كانت مجففه يعني كانت ميبسه. اذا غادي نبداو نستمروا بحال هكا باش ما نطولش الفيديو. غنبدا خدامه حتى نعمر الكيس ديالي كله بالحمص ورجع معكم. بقاو معانا. اذا كما كتشوفوا ها هو الحمص درناه كله الكميه. غادي نزيد معاه ورق الزيتون، انا عندي هذا الشيء ميبس مجفاه، غنزيد معاه ورقات ديال الزيتون كيف ما كتشوفوا. وكما قلت لكم السودانيه الكارمه الحار، لان داك البخوش كيخاف من الحار. وهنا ضفت الملحه. ها نتوما شوفوا كيفاش درت. ها نتوما كيفاش درت. دابا اهم عمليه واهم نقطه شنو غنديروا؟ اول حاجه غادي نشدوه بحال هكا، ما خصناش نخليو الهواء منين يدخل. صبروا بلاتي نجيب كما كتشوفوا ها هو الحمص ديالنا. ما نخليوش نهائيا الفراغات، ما نخليوش الفراغات. شنو غادي ندير انا؟ غادي نسد عليه، غنعقد عليه، ومن بعد غندير ليه واحد لاطاش. يعني غنتسنى مول الدار حتى يجي وغادي يعطيني واحد لاطاش. هاد لاطاش غتزمط فيه النفس، ما غتخليش نهائيا النفس تدخل ليه. بلاتي نشوف واش عندي شي اطاش باش نوريها لكم. اذا كما كتشوفوا ها هي لاطاش. ممكن ديروا لاطاش، ممكن ديروا قنبه اللي بغيتو. ها نتوما اللي متوفر لكم. ولكن هاد لاطاش اللي زوين فيها انها غتزمط، ما غتخليش نهائيا الهواء. والقطاني اللي كيخرج عليها هو الهواء. يعني ملي مثلا واخا ديرهم حتى في قراعي ديال الزاج ولا شي حاجه خصهم يتزمطوا، يعني ما خصش نهائيا يدوز ليهم البرد. فالمهم حنا ما بغيناش نديروا لي بيدون ديال البلاستيك، ما بغيناش نديروا بزاف ديال الطرق اللي كل شيء كيعملوها. حنا كنحاولوا نديروا واحد الطرق اللي هي صحيه. فبالنسبه لي انا دابا غادي ندور عليه مزيان. هانتوما كما كتشوفوا دورت عليها مزيان. هانتوما وعاد غادي ندير واحد لاستيك بحال هكا. اذا كما كتشوفوا الحمص ها هو صافي قاديناه بنفس الطريقه. غنمشيو مع العدس. بالنسبه لي انا يعني كون ما كانتش داراني العوينه شنو كنديروا؟ كنسهلوا المأموريه، كنقاو العدس هو الاول. انا ما متوفرش هي التقنيه، يعني راه كنبقى نقي بشويه بشويه، عاد يعني كنخدم بشويه بشويه. بالنسبه لكم نتوما اخوات ما مرادات ما والو، ما عندكمش العوينه مريضه، كنقول لكم التقنيه. اولا ديروا هذا العدس بوصيار، بعد ما ديروه بوصيار نقيوه وعاد دخلوه خزنوه. اللي بغات تخزنوه بالحجر ديالو ولا بالزبل ديالو راه ماشي مشكل. يعني انا كنعطيكم فكره. هنا غادي ندوز ناخذ واحد السويق اخر، وغادي نستمروا بنفس الطريقه وبنفس المنهجيه. بقاو معنا. العدس البلدي هو هذا هو العدس البلدي، ماشي العدس اللي مستورد. كنأكد العدس البلدي هو هذا. شوفوا الفرق اللي بينه وبين العدس المستورد. هذا راه كيكون بالقشره ديالو، الاخر راه كيكون مسلوق وكيكون مبخر وكيكونوا قاتلينه. والعدس البلدي معروف كيكون عامر بالحجر وبالزبل. اذا شنو غادي ندير دابا؟ غادي ندير الملحه الحيه. هانتوما كما كتشوفوا غادي نضيفوا الملحه، وغادي نضيف كذلك اوراق الزيتون. هانتوما كما كتشوفوا. والسودانيه انا ما عنديش دابا، لان الكميه اللي كانت عندي انا خدمت بها. جات واحد الاخت وطلبتني. فوالا اوراق سيدنا موسى حتى هما. هانتوما كما كتشوفوا. وغادي نزيد الملحه. وهانتوما معانا، هانتوما هنايا عندي الملحه الحيه حتى هي غادي نزيدها. يعني كنكثروا الملحه، كنكثروها مزيان مبقاتش عندي. فوالا صافي. وغادي نديو نجيب مزيان، نحاول نديو نجيب مزيان. وغادي نديرو نفس الطريقه.
كما شفتوا قبيله. غادي نزمط عليها ونتلاقى معكم في التقديم النهائي، بقاو معنا.